صدق بالله، قول لا اله الا الله. اللي هتشوفه النهارده ما هتشوفه الا عند عمك بلال ملك الحلويات، لان بالصلاه على النبي كل مد سفت. الاقي اللي جاي احلى من اللي فات بصراحه. سفتات مميزه، سفتات جميله. عايز اعجاباتك، تعليقاتك، اشتراك في القناه، مشاركتك عشان الكل يستفيد. انا عايزك تتعمق في السفت براحتك، لان لسه ورانا سفتات كتير. ريموتك شغال، عدستك شغاله، اشارتك شغاله، كل حاجه بالصلاه على النبي تمام في السفت عليه افضل الصلاه والسلام. يلا نخش على التحويل اللي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي شرحاء بلال سيد في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وبسعادة دايما يا رب. ما زلنا مستمرين في تحويلات الجي اكس 6605 اس اتش دبليو 203. زي ما شفنا في الجزء الأول كانت شوية سفتات محترمة وتحويلات عن طريق اليو اس بي، وقلت لكم إن شاء الله هنعمل جزء تاني لبقية السفتات عن طريق اللودر. وخلي بالك لأن ممكن سفت من السفتات ديت عن طريق اللودر يخلي باقي السفتات تقبل عن طريق اليو اس بي. أنا بجرب زيكم عشان ما اطولش عليكم. يلا فاصل ونواصل. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله. اول حاجه نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. تاني حاجه ما تنساش تعمل اعجاب للفيديو، اشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد في عالم الرسيفرات. الجهاز اللي معانا النهارده الريد بوكس 9000. عملنا له سفتات محترمه في الفيديو السابق على القناه، كانوا تحويلات مميزه عن طريق اليو اس بي. وزي ما وعدتك قلت لك هنزل لك بقيه السفتات عن طريق اللودر. هنجرب مع بعض عن طريق اللودر، وعايزين تركيز في الشرح عشان ما تفقدش الجهاز بتاع حضرتك. وان شاء الله ممكن سفت من السفتات ديت يقبل عن طريق اللودر، يقبل بقيه السفتات عن طريق اليو اس بي. انا بجرب زيكم. شكر خاص لكل الناس المحترمه الجميله على التعليقات الجميله على القناه. في سفتات وفي تحويلات مميزه جايه ان شاء الله على قناتكم الجميله قناه شرحاء بلال سات. يلا عشان ما اطولش عليكم وعايزك تتأنى في الشرح، لان في حوالي عن 5 أو 4 سفتات هنجربهم النهارده عن طريق اللودر على قد ما اقدر. يلا نوصل الجهاز ونشوف مع بعض التحويلات الجميله. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا الجهاز، وصلنا كل حاجه، وصلت التحديث. عملنا لها شرح قبل كده على القناه بطريقه سهله مميزه لكل الناس. الجهاز بتاعنا تمام اهوت، وصلنا كل حاجه زي ما حضراتكم شايفين. هنخش بقى على الكمبيوتر عشان خاطر نشوف مع بعض تحويلات عن طريق اللودر. هنفتح اللودر بتاعنا، هنختار اذر، هننزل هنا 6605 اس. طبعا عندنا الكم حسب جهاز حضرتك، سيريال داون اول. هنختار السفتات، هنبدا مع بعض كده واحده واحده مع اول سفت. هنشيل الكهرباء الاول من الجهاز زي ما حضراتكم شايفين، الريسيفر فصل. هنعمل ستارت وبعد كده نوصل الكهرباء زي ما حضراتكم شايفين. الجهاز هيسحب معانا دلوقتي السفت تمام. السفتات دي يا جماعه محترمه، سفتات جميله. في ناس كتير ما عندهاش لودر، ما عندهاش وصل تحديث، ولكن للاسف هي اجهزه الجي اكس 6605 اس اتش دبليو 203 اغلب السفتات بتبقى عن طريق اللودر، ولكن الجزء الاول في السفتات عن طريق اليو اس بي. زي ما حضراتكم شايفين الجهاز بيسحب معانا تمام. انا بعتذر هنا لكل الناس على عدم الرد على التعليقات، ولكن يا جماعه كل مره بتكلم في اي شرح او اي تحويل يا ريت الناس تتكلم في مضمون التحويل اللي انا بتكلم عنه. يعني في ناس كتير ما بتسمعش الشرح، هو عايز يخش ينزل السفت ويحمل الجهاز يعمل لمبه حمراء، يحصل فيه مشكله، يرجع في تعليقات يقول الجهاز عمل لمبه حمراء، ولكن هو ما سمعش الشرح اصلا، هو عايز يخش يحمل. زي ما انا بتعب عشان خاطر اقدم لك تحويل او سوفت مميز لاي معالج في الرسيفرات، انت اتعب برضه واسمع الشرح. انا ما بعملش شو ولا ان انا مثلا ببقى عامل فيديو طويل عشان خاطر شهادات، لا والله، ربنا وحده العالم. الحمد لله اي معلومه بوصل لها بقدمها للناس بدون اي مقابل خالص. جهاز هيسحب معانا السوفت تمام، وهنرجع لكم تاني. الجهاز زي ما حضراتكم شايفين على وشك الانتهاء. بنسيب الجهاز لحد ما يطلع رساله كومبليت، وبعد كده بنرستر الجهاز ونفتحه. يعني مش زي اجهزه الصن بلس هو بيرستر ويفتح لوحده، لا احنا اللي هنشيل الكهرباء ونوصلها تاني عشان الجهاز يبقى كده تمام 100%. خد السوفت تمام. اهم مرحله الارث والرايت فلاش. بعد كده اول ما الجهاز يطلع رساله كومبليت زي ما حضراتكم شايفين هنعمل اوكي. بعد كده هنفصل الكهرباء ونوصل تاني. بسم الله. زي ما حضراتكم شايفين الجهاز فتح معانا تمام. ستاركوم اجهزه محترمه، اجهزه لها كل الدعم. في هنا مشكله صغيره بسيطه، ده المنيو بتاع الجهاز، منيو محترم، منيو جميل، حاجه روعه بالصلاه على النبي كده. حاسس كده ان في اضافات وفي مميزات وفي حاجات جميله هتقابلنا في سفتات النهارده. فبالله عليكم ما تضيعوش تعبي ومجهودي على الفاضي. يعني اسمع الشرح كامل، عايز تعليقاتك، اجاباتك، مشاركتك عشان خاطر كل الناس تستفيد.
هنا اول مشكله قابلتنا ان العدسه طافيه، تمام، ودي مش عقبه، هنحاول نشوف لها حل. زي ما قلت لكم هنخش على السيتنج او الانفورميشن بره اهوت، هنخش اوكي. الجهاز بتاعنا HW203 اللي هو الهاردوير فيرجن، تاريخ السوفت 10/2/2025، سوفت لسه حديث. هنرجع باك. واحد يقول لي هنا يا عم بلال في اضافات، ايوه في مميزات، ايوه شكل ده الشغل اللي نازل مع الجهاز. هنرجع باك. هنا يا جماعه المربع الاسمر ده صوت القناه بتشتغل لو وصلنا سلك الاشاره. هنا بقى انا متاكد لك من الاشاره شغاله، كل حاجه تمام، مفيش فيها اي مشكله خالص، والريموت بتاع الجهاز شغال، مفيش فيه اي مشكله. يلا نخش على السوفت اللي بعده. طب نجرب كده عن طريق اليو اس بي زي ما وعدتكم، نجرب عن طريق اليو اس بي. بقيه السوفتات ممكن يقبل منهم سوفتات عن طريق اليو اس بي بدل ما نخش على اللودر. هنجرب معاكم كل حاجه واحده بواحده. هو سيب لكم ملف قنوات شغال تمام، متاكد منه لكل الاجهزه ولكل الاشباه والسوفتات اللي بتقابلنا النهارده. بسم الله نخش نختار السوفت. برضو مش يبقى نرجع على اللودر سريعا ونخش على السوفت التاني. نفصل الكهرباء. طبعا بقى انت تتعمق في السوفت، شوف بقى انت بقى الاضافات، المميزات، الحلويات اللي فيه، وايه كل اللي عايزه منك ان انت تدعي لي على المجهود والتعب اللي بقدمه. بسم الله. الجهاز بيسحب معانا السوفت تمام عن طريق اللودر. انا لو هقعد اتكلم في الجهاز عبال ما السوفت يحمل هنطول في الفيديو كتير، فانا بصراحه جهاز يحمل ويجي مثلا على اخر 98 او 99 ونرجع لكم تاني. زي ما حضراتكم شايفين اللودر طلع كومبليت. هنعمل اوكي وبعد كده هنفصل الجهاز عن الكهرباء ونشغل تاني. بسم الله. ايكو لينك برافو. هنا العدسه شغاله، يعني السوفت ده العدسه شغاله تمام اهوت. والله يا جماعه تحويلات مميزه، تحويلات جميله، وبصراحه هتدعوا لي عليها لانها كلها حديثه وتحويلات 2025. بسم الله ما شاء الله. منيو جميل، منيو رائع. صدق بالله قول لا اله الا الله، اللي هتشوفه النهارده ما هتشوفه الا عند عمك بلال ملك الحلويات، لان بالصلاه على النبي كل مد سوفت الاقي اللي جاي احلى من اللي فات. بصراحه سوفتات مميزه، سوفتات جميله. عايز اعجاباتك، تعليقاتك، اشتراكك في القناه، مشاركاتك عشان الكل يستفيد. انا عايزك تتعمق في السوفت براحتك لان لسه ورانا سوفتات كتير. ريموتك شغال، عدستك شغاله، اشارتك شغاله، كل حاجه بالصلاه على النبي تمام في السوفت عليه افضل الصلاه والسلام. يلا نخش على التحويل اللي بعده عشان في سوفتات كتير واحتمال التليفون يفصل شحن. هنخش يا باشا، يلا بسم الله. هنفصل الجهاز عن الكهرباء. جربنا الستار كوم للكونيلك، نجرب الاتش جي 3 سبعات. بسم الله. زي ما حضراتكم شايفين الجهاز بيسحب معانا السوفت تمام. ده التحويل التالت عن طريق اللودر. سوفتات مميزه، سوفتات جميله، هتدعي لي عليها بجد لان كل حاجه شغاله في الجهاز. وللاسف التليفون هيفصل شحن، يعني ممكن يبقى ده اخر تحويل، هيبقى لسه معانا تحويلين، احتمال نعمل جزء ثالث لتحويلات الجي اكس 6605 اس اتش دبليو 203 فلاش 4 ميجا بدون واي فاي داخلي. سوفتات مميزه، سوفتات جميله، في اللي باليو اس بي وفي اللي عن طريق اللودر. ولكن من وجهه نظري لو هتسالني ايه اجمل سوفتات هقول لك اللي عن طريق اللودر. سبحان الله ده مميزات واضافات، وبتاع اليو اس بي جميله برده. ولكن خلينا نشوف اللي جاي ايه في السوفتات المتبقيه. الجهاز هيحمل معانا ونرجع تاني لان الموبايل هيفصل. زي ما حضراتكم شايفين الجهاز سحب معانا السوفت تمام. ده التحويل الثالث عن طريق اللودر. هنسيب الجهاز لحد ما نطلع رساله كومبليت، اللودر قصدي، وبعد كده هنرستر الرسيفر. زي ما حضراتكم شايفين كومبليت. بسم الله. نيجي على الرسيفر، هنرستر الجهاز، نشيل الكهرباء، توصل الكهرباء وتقول بسم الله. اهم حاجه بسم الله. مالتي تي في. اول مره اشوف الجهاز ده صراحة. هو عامة عدسة الجهاز ما نورتش، ولكن الريموت أكيد إن شاء الله شغال. سمارت كارد ريموت. بسم الله. الريموت شغال تمام. إيه يا عم بلال الحلويات يا عم بلال؟ يعني أنت بصراحة حيرتنا نثبت على السوفت ده ولا السوفت التاني ولا السوفت اللي قبله. عامة السوفت ده روسي عشان نكون واضحين لأن اللغة روسي. هنخش على الاعدادات عشان نشوف اللغه ان شاء الله. بيدعم معانا اللغه العربيه، يعني حاجه جميله، حاجه مميزه. هنرجع باك. حفظ يا عم.
بصراحة مفيش أجمل ولا أمتع من كده. اتمتعوا بالسوفتات براحتكم، اتعمقوا في السوفتات براحتكم عشان خاطر تقدر تطلع كل من هو جديد مميز وإضافات في سوفتات النهاردة. هقفل على كده لأن الموبايل هيفصل شحن. انتظرونا في الجزء الثالث لأجهزة الجي اكس 6605 اس اتش دبليو 203 للحلويات. لسه في معانا سوفتين وممكن ينزل في الأيام القادمة، ما نعرفش الدنيا فيها إيه. إن شاء الله اللي جاي أحلى، اللي جاي خير. عايزك إعجاباتك، تعليقاتك، اشتراكك للقناة، مشاركتك عشان الكل يستفيد. وهنا يبقى وصلنا لنهايه موضوعنا النهارده. كان موضوع محترم وسوفتات جميله عن طريق اللودر، اضافات مميزات غير السوفتات اللي كانت عن طريق اليو اس بي. يا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتم بشرح النهارده وتحليلات النهارده. انتظرونا في تحويلات قادمه على قناتكم الجميله لكل المعالجات سواء سان بلس جي اكس. ما تنساش الدعم للقناه، اعجاباتك، تعليقاتك، والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يصلك كل ما هو جديد، ومشاركاتك لكل الناس عشان خاطر كل الناس تقدر تستفيد من الشروحات الجميله ديت على القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واعزائي شرحاء باللسان في كل مكان.